سلام البنات، مرحبا بكم في قناة عالم الياسمين. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم غنقدم لكم وصفه رائعه اللي هي عباره عن كلاص ديال ماكفلوري اللي كيتباع في ماكدونالدز. صراحه واعر جدا وسهل وناجح 100%. فتابعوا معايا اخواتي الفيديو الاخير باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات اخواتي، فغنحتاج هنايا واحد علبه ديال بودره الشونتيي اللي تقدروا تعوضوها بالكريمه السائله اي القشده الطريه. وايضا غنحتاج كاس حليب بارد جدا، وغنحتاج ايضا 2 علب ديال بوسيما او الحليب غير المحلى اللي تقدروا تعوضوه بحليب نيستلي محلى. هنايا متوفر عندي هذا، وغنضيف 2 ساشيات ديال الفاني، وغنحتاج واحد ساشي ديال نيدو، وايضا غنحتاج واحد كاس عنبه سكر كلاصي حيت استعملت حليب غير محلى. ودابا غنتقلوا طريقه التحضير. في اناء ديال الخلط غندير كريمه ديال شونتيي او بودره الشونتي، وغنضيف عليه كاس حليب يكون بارد جدا، ندخلوه الكونجيلاتور حتى يبرد مزيان باش دغيا تطلع لكم الكريمه وتكون ناجحه. صافي، وغنديرها في الخلاط الكهربائي حتى تخلط مزيان وتعقد لينا الكريمه وتولي متماسكه. هنا يا البنات بغيت نقدم لكم واحد النصيحه اخرى، يعني باش تكون الكريمه ديالكم ناجحه 100% وما تضيعش لكم، من احسن عاوتاني ديروا داك الاناء ديال الخلط وداك الخلاط عاوتاني في الكونجيلاتور واحد المده ديال 10 دقائق حتى يبردوا مزيان، عاد ديروا فيهم الكريمه او بودره ديال الشونتي مع الحليب وطلعوهم. يعني هكذا دغيا كيطلعوا، ايضا كتكون الكريمه عاقده وشاده في راسها. صافي، هنايا انا كملت كما شفتوا معايا، ما استغرقاتش الوقت بزاف. ودابا غنتقلوا باش نكملوا. هنايا في واحد الاناء واحد اخر غندير كاس عنبه ديال سكر كلاصي، وغنضيف عليه واحد ساشي ديال نيدو، وغنضيف عليه 2 علب ديال الحليب غير محلى. الا عندكم كما قلت لكم الحليب محلى ديال نيستلي تقدروا ديروا غير هداك وما ديروش السكر كلاصي. وايضا غنضيف 2 ساشيات ديال الفاني، وغنخلط هاد المكونات جيدا مع بعضها بالخلاط اليدوي. صافي، هنايا البنات كناخذ داك الخليط اللي وشت معكم دابا، وغنضيفوا على داك الخليط ديال الكريمه، وغنحرك بملعقه خشبيه بهذه الطريقه حتى ينسجم ليا داك الخليط جيدا. صافي، كما شفتوا معايا هو ديك الكريمه ديالنا ولات جاهزه. هنايا تقدروا تدخلوها للفريغ واحد المده ديال 3 سوايع يعني باش تزيد تعقد لكم. انا هنايا غنخدم بها ديريكت، غنديرها في الجيب الحلواني وغنبدا نديرها في الكؤوس بهذه الطريقه. هنايا البنات دابا التزيين كيبقى اختياري، درت شويه باللوز مهرمش وضفت عليه صوص كراميل. وبالنسبه للشكل الثاني فضفت عليه اوريو مطحون وايضا صوص ديال الشوكولا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. كما شفتوا معايا هنايا الكريمه يعني ما جانيش داك الشكل حيت ما درتهاش تبرد. يعني الا بغيتو يجيكم داك الشكل عاقد ومتماسك فدخلوها لواحد مده 3 سوايع، عاد ديروها في الجيب الحلواني وديروها في كؤوس، ولا ممكن ديروها غير هكاك
ولكن صراحه المذاق كيجي خطير رائع. شي حاجه طوب كتستحق التجربه. فكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. وإلا عجبكم الفيديو اخواتي كما العاده ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو مع العائلات والاحباب ديالكم. وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، ونتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله.